بسم الله الرحمن الرحيم. وفي درس جديد لسنة ثالثة إعدادي. درسنا النهاردة في التاريخ ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. بعد خروج الحملة الفرنسية تصارع على الحكم العثمانيين والمماليك والإنجليز. الإنجليز طلعوا بره مصر وبعض الولاة العثمانيين تولوا وبعض زعماء المماليك، بس الشعب المصري قام بثورات عليهم. من أشهر الثورات اللي قام بها الشعب المصري ثورة الشعب المصري في 1804. لو قلت لك بما تفسر ثورة الشعب المصري في مارس 1804 بسبب فرض الضرائب على المصريين، يبقى بسبب فرض الضرائب على المصريين قاموا بثورة 1804. بس محمد علي كان ليه سياسة خاصة في الثورة دي، انضم إلى الأهالي والعلماء ووعدهم برفع الضرائب على الناس. ليه؟ حتى لا تصيب الثورة جنوده. وبرضه من ضمن الحاجات اللي قالها محمد علي ان هو اقترح تعيين خورشيد باشا واليا على مصر بعد ثورة 1804. طب ما نتائج سياسة محمد علي؟ ان هو انضم الى الاهالي والعلماء ووعدهم برفع الضريبة على الناس. نتيجة سياسته دي ايه؟ ان هو انضم للعلماء والاهالي، ادى الى كسب محمد علي ثقة وعطف الشعب المصري. يبقى كسب محمد علي ثقة وعطف الشعب المصري. 2. نظر الشعب المصري لمحمد علي على انه رجل عادل يكره الظلم. بعد كده اجتمع الاهالي وقرروا في بيت القاضي وقرروا انهم يعينوا محمد علي واليا على مصر ويعزلوا خورشيد باشا. يبقى ما نتائج؟ اجتمع زعماء الشعب في بيت القاضي او دار المحكمة، ادى الى تعيين محمد علي واليا على مصر وعزل مين؟ خورشيد. طب امتى الزعامة الشعبية اختارته؟ في 13 مايو 1805. بس تردد السلطان العثماني في تعيين محمد علي، بس نتيجة ضغط الشعب المصري وافق على تولية محمد علي. امتى السلطان العثماني اصدر فرمان بتعيين محمد علي؟ في 9 يوليو سنة 1805. عشان كده لو قلت لك ما نتائج، أصدر السلطان فرمان 9 يوليو 1805 أدى إلى تعيين محمد علي واليا على مصر وعزل خورشيد باشا. طب يعني إيه كلمة فرمان؟ فرمان هو أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ. أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ. طب مين محمد علي اللي اختاره الشعب المصري؟ محمد علي ولد في قولة بشمال اليونان. قولة دي موجودة في إقليم مقدونيا في شمال اليونان. ولد سنة 1769. اشتغل في شبابه بالتجارة، بعد كده التحق بالجيش العثماني وجه مع الجيش العثماني إلى مصر لطرد الحملة الفرنسية. يبقى تاني بما تفسر ثورة الشعب المصري في مارس 1804 بسبب فرض الضرائب على المصريين. انضم محمد علي للأهالي والعلماء وتعهد برفع الضريبة حتى لا تصيب الثورة جنوده، واقترح تعيين خورشيد باشا واليا على مصر. نتيجة سياسته مع المصريين في الثورة دي كسب محمد علي ثقة وعطف الشعب المصري. 2. نظر الشعب إليه كرجل عادل يكره الظلم. بعد كده اجتمع العلماء في بيت القاضي أو دار المحكمة واختاروا محمد علي واليا على مصر وعزلوا خورشيد في 13 مايو 1805. فرمان هو أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ. ما نتائج إصدار فرمان 9 يوليو 1805 أدى إلى تعيين محمد علي وعزل خورشيد. مين محمد علي؟ محمد علي ولد في قولة بشمال اليونان 1769 واشتغل بحرفة التجارة والتحق بالجيش العثماني وجاء إلى مصر مع الجيش العثماني لطرد الفرنسيين من مصر. بعد كده أما يتولى محمد علي هتقابله بعض المشكلات. إيه المشكلات اللي واجهت محمد علي أثناء توليه الحكم؟ حوالي 4 مشكلات، وهيتغلب عليهم محمد علي بفضل الزعامة الشعبية. أول حاجة محاولة نقله إلى ولاية أخرى. 2. حملة فريزر أو الحملة الإنجليزية سنة 1807. بعد كده
المماليك، بعد كده الزعامة الشعبية، أو الزعامة الشعبية الأول بعدين المماليك. أولا محاولة نقل محمد علي إلى ولاية أخرى. السلطان العثماني نتيجة ضغط إنجلترا وفرنسا على السلطان العثماني بتعيين محمد بيك الألفي بعت أسطول، الأسطول ده مع فرمان بنقل محمد علي إلى ولاية تانية اسمها ولاية سالونيك في مقدونيا، لكن الشعب المصري تمسك بمحمد علي. يبقى أسباب نقله بسبب ضغط بريطانيا على السلطان العثماني لتولية محمد بيك الألفي خوفا على مصالحها التجارية. فأرسل السلطان العثماني أسطول مع فرمان بيقضي بنقل محمد علي إلى ولاية إيه؟ إلى ولاية أخرى اللي هي ولاية سالونيك. كيف تغلب الشعب المصري على محاولة نقله إلى ولاية أخرى؟ قلنا تمسك الشعب المصري به. يبقى أول حاجة محاولة نقله إلى ولاية أخرى، 2 حملة فريزر، 3 الزعامة الشعبية، 4 المماليك. أولا محاولة نقله إلى ولاية أخرى 1806 بسبب ضغط بريطانيا على تولية مين؟ محمد بيك الألفي بدلا من محمد علي خوفا على مصالحها التجارية. كيف تغلب محمد علي على مشكلة نقله؟ تمسكت به الزعامة الشعبية ووقف بجانب محمد علي، مما أدى إلى تخلي السلطان عن فكرة نقل محمد علي. بعد كده المشكلة الثانية حملة فريزر سنة 1807. بريطانيا انتهزت علاقتها الوحشة مع السلطان العثماني وأرسلت حملة اسمها حملة فريزر بقيادة فريزر إلى مصر. طب أرسلتها ليه؟ 1 لاحتلال مصر عشان تحتل مصر، 2 عشان تخلع محمد علي أو لخلع محمد علي من حكم مصر وتثبت مين؟ محمد بيك الألفي. محمد بيك الألفي ده كان من المماليك بس عشان إنجلترا أو بريطانيا تضمن مصالحها التجارية في الشرق. يبقى دخلت اسكندرية، بعد كده دخلت رشيد والحماد عشان تحتلها، ما عرفتش تحتلها نتيجة مقاومة أهالي رشيد والحماد. يبقى دخلت اسكندرية الأول بدون مقاومة، بعد كده تصدى لها الشعب المصري أو أهالي رشيد والحماد وهزموا حملة فريزر. لو قلت لك ما نتائج حملة فريزر هتقول لي هزيمة الحملة في رشيد والحماد، 2 جلاء الحملة عن مصر في مقابل الإفراج عن الأسرى. فدخل محمد علي اسكندرية كأنه منتصرا، بس الشعب المصري وقف للمرة الثالثة مع محمد علي في حكم مصر. بعد كده محمد علي هيفكر يتخلص من الزعامة الشعبية. لو قلت لك بما تفسر ليه محمد علي تخلص من الزعامة الشعبية؟ حتى ينفرد بحكم مصر دون وصاية أو رقابة شعبية من أحد. يبقى حتى ينفرد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبية من أحد، تخلص من الزعامة الشعبية. حيث نجح في التخلص من مين؟ من عمر مكرم نقيب الأشراف. عمل فيه إيه؟ خلعه من نقابة الأشراف، يبقى عزله من نقابة الأشراف. 2 نفاه إلى دمياط سنة 1809. يبقى نجح في التخلص من محمد علي، خلعه من نقابة الأشراف، نفاه إلى دمياط 1809. طب لو قلت لك بما تفسر ليه نجح محمد علي في التخلص من عمر مكرم؟ بسبب الانقسامات بين القيادات الشعبية. يبقى بسبب انقسام القيادات الشعبية حول مكانة مين؟ محمد علي. يبقى حملة فريزر جت لاحتلال مصر، لخلع محمد علي من الحكم، لتثبيت محمد بيك الألفي في الحكم. دخلت اسكندرية بسهولة بسبب خيانة حاكمها، بعد كده تقدمت إلى رشيد والحماد واتهزمت نتيجة مقاومة أهالي رشيد والحماد. جلاء الحملة عن مصر في مقابل الإفراج عن الأسرى. الزعامة الشعبية قرر محمد علي أنه يتخلص منها حتى ينفرد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبية من أحد. لو قلت لك نجح ازاي في التخلص من عمر مكرم؟ خلعه من نقابة الأشراف،
نفاه إلى دمياط سنة 1809. طب ليه نجح في التخلص من محمد علي؟ بسبب انقسام القيادات الشعبية فيما بينها حول مكانة عمر مكرم. آخر حاجة أو آخر مشكلة هيتخلص منها محمد علي المماليك. لو قلت لك بما تفسر تخلص محمد علي من المماليك، لأنهم مصدر قلق وفوضى في البلاد، يبقى لأنهم مصدر قلق وفوضى في البلاد قرر محمد علي إن هو يتخلص منهم. طرق محمد علي في التخلص من المماليك أو أساليبه في التخلص منهم، عمل إيه؟ 1. حرمان المماليك من تولي المناصب الرفيعة زي منصب شيخ البلد. 2. مطاردة المماليك في كل مكان. 3. تدبير مذبحة القلعة في مارس 1811. يبقى مطاردة المماليك في كل مكان، دبر لهم مذبحة القلعة سنة 1811. بتخلصه من المماليك أصبح محمد علي ينفرد بحكم مصر نهائيا. يبقى تدبير مذبحة القلعة سنة 1811 في مارس. يبقى تخلص محمد علي من المماليك. ليه؟ لأنهم مصدر قلق وفوضى. دي مذبحة القلعة اللي تخلص منها محمد علي من المماليك. يبقى تخلص محمد علي من المماليك لأنهم مصدر قلق وفوضى في البلاد. وسائل التخلص منهم: حرمان المماليك من تولي المناصب الرفيعة مثل مشيخة البلد، مطاردة المماليك في كل مكان، تدبير مذبحة القلعة في مارس 1811. وبكده يبقى خلصنا درسنا النهاردة، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. مع تحياتي مستر جبر.